انهيار ورعب جنرال إسرائيلي بعد إرسال الجزائر سفينة محملة بالنفط والغاز إلى قطاع غزة، ويناشد الولايات المتحدة من أجل الجزائر. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تساند قطاع غزة، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسى أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الإسهامات التي قامت بها الدولة الجزائرية من أجل مساعدة أشقائنا وأهالينا في غزة بعد قطع إسرائيل الكهرباء والماء وعدم إرسالها الوقود اللازم إلى مستشفيات غزة، فقد تدخلت الدولة الجزائرية بقوة في هذا الشأن. فقد اتفقت الإدارة السياسية مع نظيرتها المصرية بأن الدولة الجزائرية ستتكلف بكل الغاز وكل الأدوات البترولية التي يحتاجها قطاع غزة من أجل تشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف وكل ما يحتاجه سكان غزة من الغاز والوقود. وهذا الذي جن جنون الجنرال الإسرائيلي إيفن يدعوت، الذي أدلى بتصريحات للقناة الثانية الإسرائيلية وقال: إعلان الجزائر بتزويد قطاع غزة من الوقود والغاز فهو إعلان حرب بيننا وبين الجزائر، لأننا نعلم أن هذا الغاز والوقود سوف يذهب إلى قيادات حماس وليس دعما للمستشفيات. فنحن نحذر الجزائر من أي إرسال أي وقود أو غاز إلى غزة، لأننا سوف نضرب هذه السفن عندما تخرج من الجزائر، لأننا لسنا بحاجة لخسائر أكثر من الخسائر التي تفعلها حماس بنا يوميا. فالجزائر هي الخطر الأكبر على إسرائيل، فنحن كنا نقول أن إيران هي الخطر الأكبر، لكن الجزائر هي الخطر الأكبر علينا الآن.